Hello everybody. يا ساتر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايب قلبي، يا أهلا بكم. معاكم معلم كورة، وجاي عشان أتكلم في حاجة غير الكورة. ازاي؟ معرفش، ما تسألنيش، هي حصلت كده. ما علينا. بص يا حبيبي، أنا جاي أكلمك عن حاجة تخصني، وكنت نفسي أعملها من زمان، بس هعملها دلوقتي عشان أنا فاضي دلوقتي. والمفروض من عنوان الفيديو باين أنا هعمل ايه. هتكلم عن توب 3، ومش اي توب 3، ده توب 3 في جيمز معينة انا كنت بلعبها في حقبة زمنية معينة، او افتكرتها في الحقبة دي دلوقتي، وكانت فعلا نوستالجيا بالنسبة للألعاب اللي انا كنت بلعبها. والمرة دي هنتكلم في الكاتيجوري بتاع السباقات. ملحوظة صغيرة على جنب خليها في دماغك، الألعاب اللي أنا هتكلم فيها هتتحدد على حسب الحقبة الزمنية اللي أنا هتكلم فيها. يعني الحقبة الزمنية اللي هنتكلم فيها دلوقتي هي قبل 2010. في الفترة دي اللي قبل 2010 كان في ألعاب كتيرة حلوة بالنسبة للسباقات، بس في ألعاب عملت كده زي ما تقول إيه، طفرة، حاجة مختلفة، الكلام ده كله. تعالى نتكلم عنهم واحدة واحدة، ونبدأ بالمركز التالت. خشالي معلم كلوس كده على أحلى لعبة خناقات. هنسميها لعبة خناقات يعني بالنسبة لي أنا شخصيا، لأنها كانت على البي سي، ومش فاكر غيرها، هي اللي كانت على البي سي اللي كنت بحبها جدا. ألا وهي لعبة رول كيج. رول كيج نزلت سنة 1999، وهي سنة ميلادي. أنا عندي 25 سنة. هنموف اون من الحوار ده، مش لازم تركز في الحكاية. أنا أيوة، أنا محنط معاك، معلش يا حبيبي. اللعبة دي كانت حلوة جدا بالنسبة لسنتها، لأنها نزلت في السنة دي، لدرجة إنها نزل لها جزء تاني. من حلاوتها نزل لها جزء تاني، أنت متخيل الفكرة؟ وعلى الرغم من كده ما كانش في حد بينافسها، لان الجنرا بتاعتها ما كانتش معموله كتيره. حته ان الكلاش، وانك تخبط في حد او تضربه بباور اب معين، او تزود السرعه بتاعتك، الكلام ده كله ما كانش في حد بيعرف يعملها بنفس الطريقه اللي هي عملتها. خاصه رول كيج كانت معموله بحيث ان انت ممكن تطلع على الحيطان، وتطلع وتمشي في السقف عادي، وتتلف. ولو لفيت يعني قلبت العربيه، كان ممكن تكمل ماشي، مفيش اي مشكله خالص. لدرجة ان هم على فكرة عملوا لها جزئين، واحد 1999، واحد في سنة 2000. اللي احلى من كده بقى ان هم عملوا واحدة كمان، نسخة جديدة اتعملت في سنة 2018. بس للأسف بتاعت 2018 دي كانت حلوة وشكلها كان جميل جدا، بس مش بنفس القوة القديمة. وطبعا احنا عارفين ليه. يعني مش هقول فشلت، بس ما نجحتش النجاح بتاع الجزئين الأولين أو الأجزاء القديمة. اصل هقول لك على حاجه، كلام في سلك. طنط بلور، بلور على فاكرها؟ بلور حلوه الجميله دي اللي ما نزلهاش جزء تاني لحد دلوقتي، مش هي شكلها مش هينزل لها تاني. نزلت، ومن ساعتها كسحت الحوار ده، ومبقاش في حد عملها زيها تاني. لان على الرغم من ان بارور كيج عملتها حلوه قوي، بس بلور سبقت شركه جريب. خليك ده كلام في سرك بقى، خليه على جنب. نخش على بعد كده المركز التاني، وهي نيد فور سبيد اندرجراوند 2. المركز التاني واندر جراوند 2. نايس. قالشة حرفيا مش مقصودة، بس هي جت كده معايا. ما علينا. اللعبة دي نزلت سنة 2004، والحقيقة لما أنا لعبتها كمحمد كانت أحلى نسخة متطورة للعربيات. يعني من أول سنة 1999 و2000 لحد سنة 2010، بالنسبة لي أنا نيد فور سبيد أندر جراوند 2 كانت فعلا 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 أنظف لعبة عربيات نزلت في الحقبة الزمنية دي كشكل. طبعا إلى جانب قدرة على تطوير العربية وأنواع العربيات المختلفة، إلى جانب القصة، وكمان الشخصية اللي ظهرت وبتظهر في أول ما تفتح اللعبة، اللي كلنا أكيد أكيد اعتبرناها أول كراش من حيث الألعاب. موفينج أون. ساب ساب ساب. آخر حاجة وهي المركز الأول، وبالنسبة لي فعلا فعلا كانت أفضل لعبة سباقات، بالرغم إنها أقدم واحدة فيهم. هي نيد فور سبيد برضو اس اي. احنا ممكن هي مكتوب نيد فور سبيد ورقم 2 باللاتيني واس اي، بس انا هقول عليها نيد فور سبيد اس اي. اللعبة دي حرفيا كانت احلى لعبة سباقات كمتعة. ممتعة، كانت ممتعة بمعنى الكلمة، ما كانش فيها غلطة. حلاوتها في متعتها، حلاوتها في انها بتستمتع وانت بتلعب. حتة ان المبات الكتيرة، انك بتاخد عربيات، كانت في وقتها كانت حلم ان اي حد ممكن يمتلك هذه العربية. وكمان مش هقدر انسى
احلى واجمل عربية فيهم عربية السباقات 2000. واللي ما يعرفش عربية 2000 يروح يحمل اللعبة ويلعبها عشان خاطر ما تتعبنيش معاك. اللي ما جربش يلعب بعربية 2000 دي انت روح انتحر، اسهل لك يعني. 2000 دي عربية 2000 كانت فعلا اللي انت سوقها بس، سوقها فعلا فعلا هتفهم ان دي كانت عربية. انا بصراحة الموضوع شوقني ان اروح العب الالعاب تاني، فمش هطول عليكم اكتر من كده. الفيديو حبيت ان هو يكون قصير عشان ارجع انزل فيديوهات تاني. لو عجبك الفيديو يا ريت لايك، شير، سبسكرايب، واستنوني في فيديو جاي ان شاء الله. لو يعني احتمال كبير هيبقى فيديو برضه توب 3 برضه، بس مش عارف هيبقى كورة ولا جيمز برضه. anyway اشوفكم على خير. كان معاكم معلم كورة. سلام.